القرن السادس الميلادي وتحديدا في جنوب اقليم نجد في شبه الجزيره العربيه كان في قبيله عربيه معروفه بقبيله بني عبس. قبيله بني عبس كانت قبيله قويه جدا، ويقال ان هم استقروا في جنوب نجد بعد ما غلبوا بنو كنده وخدوا منهم اوديه واراضي خصبه، ومن قوتهم اشتهروا ان هم من جمرات العرب. وكلمه جمره كانت بتطلق على القبيله اللي بتحارب بنفسها ولوحدها، اللي هم مش محتاجين يعملوا تحالف مع قبائل تانية، هم كفايه. وفي غاره من الغارات اللي كانت بتعملها قبيله بني عبس، شداد بن قراض العبسي اثر امراه حبشيه اسمها زبيبه. زبيبه كانت جميله جدا، وعشان كده شداد اعجب بيها واتجوزها وخلف منها ولد اسمه عنتره. من العادات اللي كانت غريبه جدا عند العرب ساعتها ان الحر يتجوز الجاريه ويخلف منها ولد، هو وهي والقبيله كلها عارفين ان ده ابنه. ولما الواد يكبر ويستنى ابوه ياخده في حضنه، وتلاقي ابوه واقف في وسط القبيله كده يقول لهم والله يا جماعه الواد ده مش ابني، الواد ده عبد وابن جاريه. اللي هو الواد يبص لابوه كده يقول له بابا. بابا مين يا ابني؟ بابا ايه يا ابني؟ عنتره وهو صغير كان عيل شقي جدا، يبوظ الخيام، يضرب الاطفال اللي بتلعب معاه، يطلع الصحراء يعمل اي مصيبه ويرجع. وشداد ابوه ما كانش وراه شغله غير ان الناس تيجي تشتكي له من عنتر، اللي هو يا عم انت لم العبد بتاعك ده، مش لم ابنك، لا لم العبد بتاعك.